السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عندنا، رغم ان احنا يعني الحمد لله مسلمين وموحدين بالله، بس عاداتنا لما الواحد بيجي يطلق مراته، للأسف مراته أو طليقته بقى بتكره ولاده فيه، بتكره ولاده فيه. نادرا، أكيد مش كل الناس، في ناس كويسين بيفضلوا الولاد مرتبطين بابوهم، وابوهم بيهتم بيهم وبيبعت لهم مصروفهم وبياخدهم وبيفسحهم وكده. بس في البعض الآخر بالعكس على طول، والله. ومش بالتعليم، مش بالتعليم، ده في ناس دكاترة وللأسف عملت كده في ولادها وكرهتهم في أبوهم، لدرجة إن العيال لما أبوهم بيجي يشوفهم كل أسبوع عند جدهم، العيال مش بيتكلموا مع أبوهم، بيفضلوا قاعدين كده يبصوا له وساكتين، رغم إن أبوهم راجل قمة في الأدب والأخلاق والدين. ولكن العيال شربوا السم من أمهم. السم يعني إيه؟ مش السم الغرض منه السم، لا، الكلام الوحش السيء. وبرضو المثل بيقولك الزن على الودان، الأم أو الجدة بيزنوا على ودان العيال، ونسيوا إن العيال دول حتة منه، شايلين اسمه، شايلين دمه. كرهوا العيال في أبوهم. طب شوف بقى في في دول أوروبا مثلا، الست لما بتطلق من جوزها بتبقى صديقة ليه. احنا بقينا متطلقين، ولكن احنا دلوقتي أصدقاء. أصدقاء يعني ايه؟ يعني ممكن هي تخرج معاه ويخرجوا العيال عادي، بصرف النظر عن أي حاجة تاني بتحصل في دول أوروبا. أنا ماليش دعوة بيها ومش بتكلم عنها، أنا بتكلم عن حاجة معينة بس. إن الزوجة هناك أو المطلقة هناك ما بتكرهش العيال في أبوهم، عشان دماغكم ما تروحش في حتة تانية. أنا بتكلم على حاجة معينة، إن هي ما بتكرهش العيال في أبوهم، لكن إحنا هنا بنكره العيال في أبوهم. ولكن برضو مش كل الناس، ياما ناس محترمين، ياما ناس كويسين. أنا لسه مكلمة آه، واحد مطلق وجيت أجيب له عروسة، وبقول له الرؤية الشرعية يوم الخميس. قال لي لا، إلا الخميس. أنا باخد الولاد من عند مامتهم أفسحهم كل يوم خميس، بيفسحهم كل يوم خميس. يعني مامتهم هي اللي واخداهم، يلا حضنة، ولكن بيروح يفسح الولاد كل يوم خميس. صوابعك مش واحد، مقالات اللي بيقولوها، الصوابع مش واحد، والناس مش كلها زي بعضها، ولا المصريين ولا غير المصريين. الكلام ده موجود في العالم كله، في ناس حلوة وفي ناس مش كويسة، وربنا يهدي الجميع يا رب. يا ريت كل واحدة مطلقة تراعي ابنها وتخلي بالها من ابنها. ابنها لازم يكون مرتبط بأبوه وبأمه، حتى لو كانوا منفصلين. لو هو عايش مع ماما، يبقى برضو من حق الأب إنه يشوفه، ومن حق الولد إنه يشوف أبوه ويزور أبوه. أنا عندي واحد مطلق وبرضو جوزته، ومعاه ولد واحد بس، هو في محافظة والولد في محافظة تانية. فقال له تعيش معايا يا حبيبي؟ قال له لا يا بابا، ما ينفعش، ماما عايشة وحدها، وانا الراجل الوحيد اللي هعيش معاه عشان احميها. شوف الولد عامل ازاي، الله اكبر الله اكبر ما شاء الله، ولسه في اعدادي.
لا يا بابا، ما ينفعش نبقى احنا الاتنين رجالة نقعد مع بعض ونسيبها هي ست وحديها. ما شاء الله، يحميه ربنا. فمش كل الناس زي بعضها، وربنا يحميه.